والقضاء عليه، وخاصة منه المتغلغل في المؤسسة القضائية، إيمانا بأن العدل أساس العمران. إنني المسميات حسيبة حقي، قاضية بدائرة المحاسبات بغرفة قفصة، تم إيداعي ظلما وبطلانا بمستشفى الأمراض العقلية الرازي بولاية منوبة، نتيجة لتمسكي بتطبيق مقتضيات أخلاقيات المهنة وبالتالي احترام المنظومة القضائية. فعلى إثر رفضي لقبول هدية رفعت الأمر إلى رؤسائي والجهات القضائية المعنية بالأمر، محترمة في ذلك جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، وما راعني إلا تورطهم جميعا مما دفعهم إلى إيداع عدوانا بمستشفى الأمراض العقلية لألتزم الصمت، وذلك بمساهمة العديد من الأطراف. وهؤلاء الأشخاص مرتكبو هذه الجريمة البشعة والعمل الإرهابي، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هم متربعون على أعلى هرم مؤسسات الدولة، أشخاص أوكلهم الشعب التونسي ثقته في تدبير شؤونه وحسن تسييرها، وهم كالتالي: أولا، السيد رضا مسعود في شخصه وصفته رئيس الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة، ومن معه من المساهمين في ارتكاب هذه الجريمة كالسيد أيمن درغام والسيد شاكر جدلي. ثانيا، السيد عبد اللطيف الخراق في شخصه وصفته الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بالإدارة المركزية بتونس، ومن معه من المساهمين في ارتكاب هذه الجريمة كالسيد نور الدين زوالي في شخصه وصفته، والسيدة فضيلة قرقوري في شخصها وصفتها، والسيدة عائشة بن بلحسن في شخصها وصفتها، والسيدة فاطمة قرب في شخصها وصفتها. ثالثا، السيد رئيس المحكمة الابتدائية تونس واحد في شخصه وصفته، ومن معه من المساهمين في ارتكاب هذه الجريمة كالسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس واحد في شخصه وصفته، والسيد فيصل بوعجينة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحد في شخصه وصفته، والسيد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس واحد في شخصه وصفته. رابعا، السيد غازي الجريبي وزير العدل في شخصه وصفته، ضرورة أنه على أتم العلم بهذه الجريمة، وهو من الأشخاص الذين ساهموا في إصدار قرار إيداعي قهرا بمستشفى الأمراض العقلية. خامسا، السيد الدكتور محمد الفاضل مراد رئيس قسم الأمراض النفسية ابن الجزار في شخصه وصفته، وجميع الطاقم الطبي بالقسم المذكور كالدكتورة ليلى ربانة في شخصها وصفتها، والدكتور مهدي قروي في شخصه وصفته. سادسا، السيد محمود هميلة رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين في شخصه وصفته، ضرورة أنه تعهد في مرحلة لاحقة بملف إيواء بالمستشفى، وصادق على قرار الإيواء الوجوبي ولم يرفعه إلا بعد احتجاج الرأي العام، وخاصة أهالي مدينة بوزقام والقصرين أمام المحكمة الابتدائية. سابعا، السيد والي مدينة القصرين في شخصه وصفته، ضرورة أنه استغل حسن نية والدي وتم غبنهما اللذان أرغما على ركوب سيارة السيد الوالي للالتحاق بالمستشفى لاستقبالي بعد رفع قرار الإيواء، وذلك دائما في إطار التزام الصمت وتحت عنوان حسن المعاملة. ثامنا، السيدة وزيرة الصحة في شخصها وصفتها، ضرورة أنها على أتم العلم بهذه الجريمة، كما أنها استغلت حسن نية والدي وتم غبنهما اللذان أرغما على الإقامة بنزل الدبلومات بالعاصمة للالتحاق بالمستشفى في اليوم الموالي لاستقبالي بعد رفع قرار الإيواء، وذلك دائما في إطار التزام الصمت وتحت عنوان حسن المعاملة. تاسعا،
السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في شخصه وصفته ضرورة أنه مسؤول عن تعيين السادة الوزراء، وبالتالي فهو مسؤول عن القرارات والانتهاكات الصادرة عنهم، فمن باب أولى أن يسأل ويتم تحديد مسؤولياته. 10. السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في شخصه وصفته ضرورة أنه مسؤول عن تعيين السيد رئيس الحكومة، وبالتالي فهو مسؤول عن القرارات والانتهاكات الصادرة عنه أو عن من ينوبه من الوزراء، فمن باب أولى أن يسأل ويتم تحديد مسؤولياته. لذا فمن الشهامة أيها السادة والسيدات المتورطون في هذه الفضيحة المثول أمام محكمة الشعب، أمام محكمة الرأي العام للبحث في هذه الجريمة، ضرورة أن ثقتي اهتزت في المؤسسة القضائية، وسوف أكون أول الماثلين أمام محكمة الشعب، وذلك للوقوف على صحة أقوال من عدمها. وللإشارة إنه عندما تم إيداع ظلما بمستشفى الأمراض العقلية لم يقع احترام مقتضيات المرسوم المتعلق بالحصانة التي أتمتع بها، فلم يتم رفعها، كما أنه لم يتم احترام مقتضيات القانون المتعلق بشروط الإيواء في المستشفى. لذا أيها السادة والسيدات المطالبون في هذه الجريمة البشعة، فمن البديهي عدم التمسك بمبدأ الحصانة للتملص من المسؤوليات المناطة بعهدتكم، وخاصة في ظل حكومة فقدت شرعيتها، فحصانة الشعب برمته أولى وأرقى وأحكم من حصانة الأفراد. أما بخصوص هذا الزي الرسمي لمهنة القضاء، والذي أديت به اليمين على أن أقوم بواجباتي تحت شعار العدالة، وأن أحترم مقتضيات أخلاقيات المهنة بكل نزاهة وحياد، فقسما بالله لن أرتديه إلى أن يقع تطهير مؤسسة القضاء. وليكن في علم الجميع أنني لست بخائفة ولست بجبانة، ووالله الموت أرحم لي من أن أتلون بلون الفساد الذي لا لون له، ولتكن حياتي قربانا لإعلاء كلمة الحق. أين أنتم يا رجال تونس ونساء؟ وللشعب سديد النظر. والسلام. حسب حد.